في الفيديو ده هنتكلم عن كتاب فن اللامبالاة، وبالتحديد هنتكلم عن الفصل الأول. هنتكلم بكل بساطة ومن غير أي تعقيد. خلينا نبدأ. خلينا أسألك سؤال في الأول بكل صراحة. أنت بتحس إن حياتك لازم تبقى استثنائية، مش كده؟ إن المفروض تعمل كل حاجة عظيمة، إن لو ما بقتش مشهور أو ناجح أو مميز فأنت كده فاشل. معظمنا بيحس بده، وده بالظبط هو المشكلة. ماركوس مينسون صاحب الكتاب بيقول حاجة صدمة جدا من أول سطر: مشكلتك مش إنك مش ناجح، مشكلتك إنك فاكر إن المفروض كل حاجة تبقى كويسة طول الوقت. إحنا عايشين في زمن السوشيال ميديا، كل ما تفتح موبايلك شايف ناس بتسافر، ناس بتنجح وبتتجوز وبتعمل مشاريع، وبتقول لنفسك أنا ليه مش كده؟ وبدل ما تعيش حياتك بقيت مشغول إنك تقارن نفسك بيهم. هنا مينسون بيقلب الدنيا وبيقولك مش المشكلة إنك مش ناجح، المشكلة إنك بتهتم بأشياء غلط. التوتر والإحساس بالفشل والفراغ ده مش لأن حياتك وحشة، ده لأنك بتهتم بحاجات مش تستاهل اهتمامك خالص. في الدنيا عندك طاقة ووقت ومشاعر محدودة، لو هدرتها في رأي الناس، في مظهرك على الإنترنت، في إنك تثبت إنك مميز، مش هيفضل عندك حاجة تهتم بيها في اللي بيفرق لك أصلا. ميلسون بيقولك جملة واحدة خليني أقولها لك ببطء: أنت مش مميز. ودي مش إهانة، ده تحرر لنفسك. لما تفضل فاكر إنك لازم تبقى استثنائي بتحمل نفسك تقل مش محتاجه. لما تتقبل إنك إنسان عادي بتقدر تعيش بشكل حقيقي، مش لأن الطموح وحش، لأ، لكن لأن الطموح المبني على الخوف، الخوف من إنك مش كفاية، ده اللي بيدمرك. تعرف إيه اللي بيفرق بين الناس السعيدة والناس اللي مش سعيدة؟ مش النجاح ومش الفلوس ومش حتى الصحة. الفرق هو اللي بيهتموا بيه. في ناس عندها كل حاجة وعايشة في جهنم، وفي ناس عندها القليل وعايشة في كل سلام. الفرق إن الأولانيين بيهتموا بكل حاجة، والتانيين اختاروا بوعي إيه اللي يستاهل وإيه اللي ملوش لازمة. الكتاب مش بيقولك ما تهتمش بأي حاجة، بيقولك اهتم بالصح. مش كل معركة تستاهل إنك تاخدها، ومش كل رأي تستاهل إنك تسمعه، ومش كل مقارنة تستاهل إنك تخش فيها. وقت ما تعرف تقول ده مش مهم بالنسبة لي، هتلاقي الطاقة أكبر للحاجة اللي فعلا بتهتم وبتؤمن بيها.